اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده هنعمل مع بعض ايه يا نونا؟ النهارده هنعمل مع بعض حاجه حلوه جميله جدا، تحليه حلوه، تحليه زي ما تقولوا قولوا بقى، تقولوا عليها اي حاجه يعني. المهم هتتفرجوا عليها. تعملوا لايك واعملوا اشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد. تعالوا بقى نعمل ايه. ده كيلو لبن على النار، شايفينه؟ ده كيلو لبن على النار، انا ولعت عليه عشان يغلي، علشان ايه ما ناخدش وقت. انتوا شايفينه ابيض عشان هو كده كده كيلو لبن. ومعانا نشا ومعانا فانيلا. عرفتوا احنا هنعمل ايه؟ قولوا اوعوا تقولوا مهلبيه، اوعوا هقول لكم هي مهلبيه. ايوه. وهنحط ايه كمان؟ سكر. السكر طبعا حسب الرغبه. هو ايه؟ هنجيب شويه سكر. ده كيلو من اللبن، كيلو بس. هنحط على الكيلو ده ايه؟ المفروض 6 معالق سكر. ماشي. انا ممكن يعني احطه ايه في طبق، طبعا اللبن غلي، ممكن احطه بقى في طبق وازوق الدنيا وازوق العمل ما اقولكوش. بس طبعا انتوا مالتوش غرب ان انا اقعد اعمل يعني ايه اشتكانات. إيه بصوا، هو اللبن غلي اهو. طبعا اللبن اليومين دول اصلا عامه يعني، والجو اللي احنا فيه نغلي اللبن حلو ونغلي حاجتنا حلو، علشان ايه؟ الميكروبوسات. ايه الميكروبوسات؟ تمام. قولوا تمام. اللبن بتاعنا خلاص غلي اهو. هو غالي بقاله ايه شويه. نجيب طبق وفيه شويه ميه، طبق شويه ميه، ونجيب معلقه. ماشي. قولوا ماشي. كده شايفين انا هعمل ايه ولا تقولوا؟ نحط بقى ايه على الكيلو اللبن ده؟ 4 معالق نشا كبار اهو. للبنات الصغيرين بقى اللي مش بيعرفوا يعملوا المهلبيه، حطي 4 معالق نشا كبار، او اقول لك يا ستي حطي 5، وكده كده هتكب ايه واحده واحده. احتاجتي وبقيه النشا بقى ايه نعم. والفانيليا كمان حطيها مع النشا. كده اللبن بتاعنا ايه؟ طبعا اللبن بتاعنا خلاص غلي اهو. الميه بقى اهي اهو. حط بقى الميه بتاعتك ايه براحتك كده، اوعى تغلي. لازم بس نسيبه ايه يغلي كده حلو. وطي عليه النار شويه علشان كده خلاص اهو. الميه الساقعه بتدوب النشا بسرعه. شوفوا الفانيليا طبعا في النشا. عايزه تعملي رز بلبن، كده كده هنعمل مع بعض ايه؟ طبعا الحر بقى والزوم الحر هنعمل مع بعض ايه اليومين دول؟ شويه حلويات ايه حلوين. تمام. كده بقى نحط اللبن النشا واحده واحده بالراحه خالص زي ما تاخد معاكي. كده خلاص انا حسيتها خلاص تقلت في ايديا. يعني انت ممكن بتقلبي هتحسها تقلت في ايديك. طبعا بقى انت مش هتملاها نشا علشان تبقى جبس في ايديكي، لا، تبقى خفيفه علشان لما تيجي كده تاكلي ايه يعني تستمتعي بطعمها اصلا. بصوا انا ببقى احط فيها كريمه، بس للاسف النهارده ما فيش كريمه. اعمل ايه؟ الفرعون ما جابش كريمه، اعمل ايه؟ ما جابش. اصبروا عليا بس، انا هاكله اللي هيفضل في الحال، ما تروحوش لحد. كده خلاص هي تقلت في ايديا اصلا اهي، علشان تبقى جميله كده معاكي. خلاص شوفوا فات حبه نشا اهو. انتوا شايفينه ولا مش شايفين؟ كده اهو. وحبه النشا اللي فاضل اهو. والله العظيم في دبانه بصوا مضايقاني. كده خلاص النشا اهو. الرز المهلبيه حبه النشا اهو. يعني يعتبر الكيلو اللبن خد معانا 5 معالق من النشا. تمام.
5 معالق من النشا. وخلاص اهي. نجهز بقى ايه الاطباق بتاعتنا اللي هنغرف فيه. هتغرفي في ايه؟ تعالي نجيب بقى الايه الحاجات بتاعتنا الجميله دي اللي هنغرف. خليكي بقى كده. كده خلاص. طبعا هي لسه متولع عليها شحوم. سكرك بقى انتي السكر حسب الرغبه، يعني ايه. تعالوا كده بقى ايه ولا كلمه. خلاص اهي هي كده مقدره اهي. جميله كريمه والله العظيم كريمه. طبعا اللبن مادام سمين ودسم جميل جدا معاكي. تقولوش بنعمل انبوظه. الحلل دي طبعا اللي هي الزنج دي رخمه في يا ربنا يا ربنا يكبر ويبقى قدنا. احنا النهارده عندنا فرح العمده يا غوالي. والله بصوا عارفين لما بخلص تصوير البيت ده كله بيسكت، والله العظيم كل البيت بيسكت. ما تعرفوش اما باجي اصور تقولوش يعني عامله فرح العمده، كله عايز يتكلم. والله العظيم انتوا ما انتوش غرب بقى ان انا خلاص هطيق من الموضوع ده بصراحه. شوف بقى غطيت الحله لما بيبقى عشان اللبن سمين. والله العظيم شوف بقى أرضية الحل العرايس اللي عايزين يتجوزوا وخايفين من لحسن المغرفة. شوفوا كده خلاص اهوت. بصوا بقى ايه براحتك. دي الكمية اللي عملتها الكيلو اللبن تمام. وهي دي بقى الكمية اللي عملتها الرز بلبن. طبعا اللي عايز ياكل بقى بزبيب بوسط الهند براحته، يعني ايه كل واحد هو حر. في بقى عايز بزبيب وفي مش عايز بزبيب تمام. وسط الهند في بقى معانا فريق مش عايز حاجه خالص اهو. بس احنا بقى ايه هنأكلوهم على مزاجنا تمام. تمام كده خلاص. كان شكل ايه الرز بلبن بتاعنا. وهو ده شكل الرز بلبن بتاعنا. ايه رأيكم؟ اعملوا لايك واعملوا اشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد. حبايب قلبي اشوف وشكم على خير. فيديو جاي ان شاء الله انتظروني.